واحد السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في عالم ديال الحقيقة والغوص في القصص اللي خلى الطباعة غريبة وراها. المهم الأحداث ديال قصة اليوم كيدوروا بين عالم الأقزام وعالم ديال البشر، قصة اللي غادي تخليك تفهم بزاف ديال الحوايج. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف ويلا نبداو. القصة كتبدا في واحد النهار اللي عادي في مدينة نيويورك. كان واحد الشاب أجنبي سميتو جاك جاي من أوروبا باش يعيش تجربة جديدة ويكتشف الحياة في واحد من أكبر المدن في العالم. جاك كان معروف بالفضول ديالو وديما كيسول على الغريب وما كيخافش يجرب الجديد، وديما قلبو كيحس بالحاجة للمغامرة. وهو كيمشي في الزنقة ديال مانهاتن قرب من واحد الجردة صغيرة مخبية بين شجار. عينيه شافو شي حاجة غريبة، باب صغير قديم مخبي بحال شي سر. كان الباب مغطي بالغبرة والورق اليابسة بحال شي حاجة من زمن بعيد. ضحك جاك وقال مع راسو، واش هاد الباب وراه شي عالم خور ولا غير باب ديال المعمل مهجور؟ الفضول غلبو ودخل، وفجأة لقى راسو في واحد العالم ديال الأقزام. كل شي كان صغير، الديور بحال بيوت الألعاب، شجر صغيرة وملونة، وحتى الناس صغار بحال الحبة. الجو كان غريب وعجيب بالحماس والضحك. أول قزم شافو سميتو ليو، جا عنده وقال ليه مرحبا بك في بلادنا، ولكن راه الحياة هنا ماشي كلها ضحك، خاصك تكون واعي وتفهم العبرة. جاك بدا كيشوف المنظر بعينيه مفتوحين على وسعهم، الأقزام كيضحكوا كيلعبوا كيتهوروا بحركات كتضحك بزاف، كيديروا مقالب صغيرة على بعضهم، ولكن من جهة أخرى بدا كيشوف الحزن في عيونهم. شي واحد فقد صاحبه، وشي واحد كيحلم بشي حاجة وما قدرش يحققها، وبعضهم كانوا وحيدين بزاف. جاك ضحك على تصرفات ديالهم الغريبة، ولكن قلبه بدا كيحس بالدراما ديالهم. تعلم واحد الدرس مهم، الضحك كيعالج الجروح، ولكن الألم هو اللي كيخلي الحياة عندها قيمة ومعنى. في النهار الأول جاك يجرب الحياة ديال الأقزام. كل واحد عنده وظيفة صغيرة بحال العناية بالحدائق، صنع فواكه صغيرة أو تنظيم الحفلات. جاك حاول يعاونهم في شي جردة صغيرة، ولكن كل مرة كان كيطيح مواقف كتضحك، بحال طاح على صندوق صغير أو لا ضرب راسو في باب صغير بحال الحبة. وكانوا الأقزام كيضحكوا بزاف على هاد المواقف. ومع الأيام جاك بدا كيتعرف على الأقزام واحد بواحد. ليو القزم الكبير اللي كان مسؤول على تنظيم الحياة اليومية علمو الصبر والتحمل. ميلو قجم صغير وباسل علمو كيفاش الضحك كيعطي القوة حتى في أسوأ اللحظات. سيرينا قزمة حكيمة علماتو كيفاش يسمع للآخرين ويفهم الحزن ديالهم. واحد النهار جاك قرر يمشي مع ميلو في المدينة الصغيرة، وشافو منظر كيضحك بزاف. شي قزم كيحاول يهز فواتي صغيرة بحال التفاح، ولكن التفاحة كانت كبيرة منه وطاحوا كاملين على بعضهم بحال اللعبة ديال الضومة. وجاك ضحك بزاف وما قدرش يوقف، ولكن من بعد لاحظ دموع في عيون القزم، حيث التفاحة كانت هدية لصاحبه المريض. هاد اللحظة خلات جاك كيحس بالمزيج ديال الضحك والحزن، وبدا كيفهم العمق ديال الحياة في هاد العالم الصغير. مع مرور الوقت جاك تعلم بزاف على الصبر والشجاعة، وعلى كيفاش الضحك والألم متشابكين بحال شي توام ما كيتفارقوش. تعلم أن كل تجربة حتى لو كانت صغيرة عندها تأثير كبير على الآخرين. وفي آخر النهار جاك قرر يرجع للعالم ديالو الواقعي في مانهاتن. خرج من الباب الصغير وقال مع راسه، واش هادشي كان حلم ولا الحقيقة اللي خاصني نعيشها؟ ولكن الحاجة اللي كانت واضحة، حتى في مدينة كبيرة بحال نيويورك كل واحد عنده القزم ديالو اللي كيضحك ويبكي معاه، والحياة كتبقى أجمل إلا عرفنا نضحكوا ونحبوا بعضنا رغم الصعوبات. جاك رجع للعالم الواقعي، ولكن كل لحظة من تجربته في هذا العالم الصغير بقات محفورة في ذهنه، كتذكروا كيفاش الضحك والألم متشابكين وشنو معنى الصداقة والحياة الحقيقية. ومن ذاك النهار أي مرة كيشوف شي باب صغير كان كيبتسم وكيقول مع راسه، واش هاد الباب غادي يوريني شي عالم اخر ولا كيفاش؟ هنا كتكون تسالت القصه ديالنا الخوت. الى عجبتكم القصه ما تنساش تخلي معاك ديك ابوني كيف العاده، هادشي اللي كاين وتهلاو.